بذمتكم بذمتكم انا كده قصرت معاهم في حاجة؟ انا كده بشاهدكم عليهم؟ انا كده قصرت معاهم في حاجة؟ مهما تعملي في الاخر مش عارفة ترضي جميع الاطراف ومش عاجبهم. اعمل ايه فيهم؟ صباح الرضا، صباح النشاط، صباح جبران الخواطر. يلا بينا كده نبدأ الفيديو مع بعض، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. إيه يعني؟ بصي، تحب تظبطي التظابيط يبقى هنعمل محشي، تحب تظبطي قوي وتروقي يبقى نعمل عليه بطايه. يلا كده مع بعض. حطيت الميه تتسلق على النار. هعمل بقى يعني إيه بصلايه كده بشويه فلفل اسمر بشويه كمون. عايزه تحطي اللي انت حابه تحطيه، 7 بهارات اللي انت عايز. انا استكفيت بصله وشويه ملح وشويه فلفل اسمر اللي هي المرطه دي كده، وادعكها جامد جامد، وهغلف بقى البطايه تحت الجلد وفي قلبها وجواها وكل حاجه تمام. البطايه دي تربيه بيتي وجايه متنضفه، بس اللي كانت منضفاها ما كانتش منضفاها احسن حاجه. عارفين انتوا زمان كده، ايام جدتنا زمان وايام امنا ما كانت بتربي كده، والبط او الفراخ تكون فيها شعر صغير مسلل ومطلع عينيهم. فاكرين انتوا زمان كده ويقولك احنا هنشيطه على النار؟ اهو انا استخدمت الطريقه دي النهارده وطلعت عيني عم نضفتها ورا الست كمان. وكمان كانت رجليها قصيره قوي، معرفتش اكتفها فسبتها مفتوحه من بعضها كده، وحطيت الميه تغلي بتاعتها على النار عشان نسلقها، وسبتها بقى هي كده في المرته اللي انا عاملاها لها كده، زي ما الضمايطه بيقولوا عليها مرته. تتغلف فيها كده. تمام تمام. تعالى بقى عشان نرضي جميع الاطراف كده. في ناس ما بتحبش التمر، في ناس بتحب ال الفراولة، كل واحد وليه طلبه. فنرضي بقى الكل كده، ونعمل شوية عصير فراولة بموز بلبن، ونعمل برضو شوية تمر كده بموز بلبن، يعني عشان نبقى راضيين الكل. حطيت بقى الفراولة وحطيت الموز وحطيت السكر تبع الرغبة. في ناس ممكن تستكفى بمعلقة سكر واحدة في الدنيا دي كلها، وفي ناس تقول لك لا. فكانت انا عندي اصلا الفراوله ديت ما كانتش مسكره، فزودت انا السكر شويه عشان يظبط الدنيا. وكله حطيته بالنظر بصراحه، يعني مش من النوع اللي انا دقت حاجه او كده. واضربها جامد قوي، وبعدين هصبها زي ما انتم شايفين كده، اصفيها. مصفى دي ناعمه جدا، والعصير كان تقيل قوي فما كانش بينزل بسهوله. فلكم ان تتخيلوا ايه اللي حصل هنا كده. وقط، ونرجع واحنا صابين العصير، لان الدنيا بصراحة ما كانتش احسن حاجة. العصير وقع من الجناب وكده وبهدل الدنيا، فخلاص بقى ظبطت انا الدنيا كده. العصير كان طعمه حلو جدا، وكان تقيل، وكان مظبوط، يعني ما فيهوش غلطة. إيه ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وبين ايديكم يا رب. وهنا المية كانت غلت بقى بتاعة البطة. هبدأ بقى اسلقها بقى، وانزل بكل بقى حاجتها بقى، الكبد والقوانص القلب، كل حاجة بقى. وظبطي بقى، حطي فلفل اسمر، حطي حبهان، حطي اللي انت عايزاه. انا مؤخرا بقيت بحط نص ليمونة كده اهو. سيبها بقى كده تغلي، تاخد وتدي بشكل ودي، وتغلي كده، ونوري بالغطا كده عشان الريم اللي هيطلع نشيله كده، وتبقى شربتنا صافية وجميلة كده. وادي كمان التمر كنت بليته بحليب، بس ما عملتش كله حليب بصراحة، يعني حليب وموز وكده. حطيت كمان نص كوباية مية مع الحليب، يعني عشان احب اخف الحليب شوية، بس مش اكتر. فانا كنت عاملة كوبايتين 2 بس، فحطيتهم في طبق بلاستيك كده، مش مستاهلين ان انا اجيب دورق او شفشق كبير يعني. وهغطيها بقى كده براب ستريتش، وبس كده، واسيبها بقى. طلع على المعلقة بقى كده، بس كده. يلا اركني بقى على جنب كده. عصاير جهزت. كل سنة وانتم طيبين يا بنات. انتوا عارفين بقى كل واحد وليه طلبه، فلازم نرضي الكل عشان محدش يزعل. وفي الاخر مهما تعملي ما بترضيش الكل. ليه؟ ايه السبب؟ ما انتش فاهم. الطبق بتاعنا بقى اللي بنحط عليه المعالق واحنا شغالين كده، عشان ما نحطش حاجة. شوفوا بقى هنا، انا كده كده هشاهدكم عليهم بقى. شايفين لسه اليوم مبتدي، جايبين لي بقى قطايف وكنافه، وعايزين الاتنين. اعملي لنا دي واعملي لنا دي. قلت لهم لا، انا ما اقدرش اعمل الاتنين، احنا هنعمل حاجه واحده. إيه اللي بيحب بقى الكنافه يتقمص، انت فاهميني ازاي؟ فهو ده اللي انا بشاهدكم عليه النهارده. هو انا كده قصرت معاهم في حاجه؟ انا يعني عملت لهم الحلو كله، يعني نوعين عصير، المحشي اللي بيحبوه، البط اللي بيحبوه، عملت كمان قطايف. اعمل ايه تاني طيب؟
لا يا ميزان كنافه، لا لا كنافه ايه، اي نعم هو كل ده مش بيتاكل في يوم واحد يا بنات، وبيتبقى حاجات كتير جدا، والناس تحس ان رمضان دي ما فيهوش اكل قوي، بس العيال بيبقوا عايزين الحاجه اللي بيحبوها. الواحد طول ما هو بيبقى صايم طول اليوم بيبقى متهيأ له ان هو هياكل حاجات بكميات، واول ما المغرب بيأذن هي كوبايه العصير او كوبايه الميه والاكل بيتشال زي ما هو. حتى السحور اعمل كميات وبشيلها زي ما هي. المهم قررت هنا اعمل لهم ايه، القطايف. القطايف هنا انا هعملها بال اللهم صل على سيدنا محمد، آه، فول سوداني وزبيب وجوز هند و... وشوية سكر صغيرين، وده بلح اسمر مفرزاه. بتبقى جميلة قوي يا بنات، جربوها. ولو عندك تمر طري جربيها بيها وهتدعيلي. تمر طري، مش التمر اللي هو العادي، لا التمر التاني اللي بيبقى طري، اللي بيتاكل طري، فاهميني؟ جربيهم بيهم كده وقفلي حلو، ويلا بينا. خلصت هنا القطايف وجت لكم، واستكفيت النهارده الحلو بتاعنا قطايف، ما عملتش كنافه، دخلت الكنافه الفريزر. وبدات بقى هنا كده اقلي بقى الكنافه، وحمرتها، وكنت الشربات بتاعها عاملاه جنبي، اللي هو السيرب، يعني زي ما بتقولوا بقى، بتقولوا سيرب بتقولوا شربات زي ما تقولوا. الشربات بتاع القطايف بيبقى وسط، ولا تقيل ولا خفيف. وهنا بقى الراعي الرسمي بقى بتاعنا المحشي. تمام كده. المحشي بتاعي كان عندي معلقتين صلصة اشتلتهم في جنب، احط عليهم شوية مرقة واحطهم على وش المحشي زي ما انتوا شايفين كده. ويلا نشرب بقى المحشي كده. المحشي ده انا عاملاه على بيات، والناس بتاع اللي بيحبوا يتنقوزوا على الناس اللي بتعمل المحشي على بيات، ما تتفرجوش على الفيديو. هو ده اللي انا اقدر اقوله لكم، اطلعوا بره الفيديو ما تتفرجوش عليه. كل واحد بيعمل على قد طاقته، وكل واحد بيعمل على قد ما قادر يعمل. معايا هنا حتة سمنة بلدي، هاخدها بقى معايا من شوية لسان عصفور كده، ونظبط التظابيط. هحط حتة صغيرة جدا لانه شوربة البط سمينة، فهنبقى ايه يا دوبك نحمر في حاجة بسيطة كده. تعال بقى ما نكمل كلامنا عن المحشي. المحشي ده انا لفيته من الليلة اللي قبلها على بيات، وصبحته الصبح، لان طبعا نايمين متأخر ومسحرين وكده، تبقي جاهزة. وكل واحد بيعمل اللي هو قادر عليه، كل واحد بيعمل اللي هو قادر عليه. كلامي واضح؟ انا صحتي مساعداني اعمل كل حاجة في يوم واحد، اعملي. صحتك مش مساعداك، اعملي اللي انت قادرة عليه. مش عشان انا عملت المحشي على بيات او غيري عملت المحشي بالنهار يبقى دي احسن من دي او دي افضل من دي. لا، لان انا بشوف ناس كتير قوي، ايه ده عملته على بيات، ايه ده انتوا عملتوه مش عارف ايه. طب ليه يا جماعة؟ وكل واحد يعمل اللي على مزاجه. معلش، ما هي ما طلبتش منك تساعديها ولا تلفي معاها ولا معاها حد، فخلاص فهدي نفسك انت واركني في جنب. لا اله الا الله. تعالوا يا بنات ارموا ورا ظهركم اي حد يزعلكم. تعالوا، جبنا هنا ايه، انا جايبه العسل ده رمضان، من ضمن الحاجات اللي انا كنت جايباها رمضان. انا ما صورتش معاكم اشتريات رمضان ولا اي حاجه، تمام؟ بس انا كنت بجيب كل ما ابقى معايا حاجه اجيبها كده. محتاجه عسل، محتاجه حاجه، كنت بجيبها على جنب وعينها. فالعسل زي ما انتوا شفتوا الابيض كده، جيت افتحه لقيته مكرمل كله، ايه السبب مش عارفه. وكنت جايبه العسل التاني ده عشان مثلا لو انا عايزه اعمل بيه حاجه في الصوصات، عايزه احمر بط، اتحمري فراخ. المهم ان انا جبته ايه، من اللي هو ليه فتحه كده وبيصب، تمام. التاني ما اعرفش ايه السبب انه عامل كده، فركنته خلاص واستخدمت ده. البطايه بقى زي ما انتوا شايفين كده، هعمل لها كده كام فتحه. وحطيت هنا معلقه صلصه، معلقه زيت، معلقه عسل، وحطيت شويه ملح عشان اظبط الطعم، عشان ما يبقاش فيها طعم العسل، فاهميني طبعا. عندك صويا صوص حطي، سبع بهارات حطي، زي ما تحبي اللي تحبيه حطيه. ومسكتها بقى ظبطتها حلو كده، وهدخلها بقى الفرن. ونبدأ بقى نظبط بقى كده السفرة بقى بتاعتنا. ما عادش حاجة يا بنات، والله العظيم الواحد واقف من ساعة ما صحى، والأذان برضو جه عليه وهو في المطبخ، انتوا متخيلين؟ صبيت بقى عبيت بقى التمر بتاعي كده، وحطيت المعالق بتاعته، وحطيت على وشه بقى شوية فول سوداني كده. وطلعت بقى معايا زيتون، وطلعت معايا العصير. العصير كان تقيل وجميل قوي يا بنات، ما هوش خفيف، العصير كان تقيل. وحمرت البطاية بقى كده، وكله ايه على ما يرام. بألف هنا وشفا للي أكل يا رب. اللهم اطعم كل جائع على وجه الأرض، اللهم وسع أرزاقنا جميعا يا رب العالمين.
واجبر كل واحد باللي هو نفسه فيه يا رب، بحال الأيام المفترجة. حلة المحشي كانت هتقع من ايدي ولحقتها على اخر لحظة، والحمد لله ربنا ستر لحد كده. وده الاكل بتاعنا النهاردة، وده فطرنا، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما.